في عيوب تقيلة كده بتبوّظ ولو 60,000 ميزة في الشخص اللي قدّامك، زي مثلًا لمّا تلاقي سيناريو كده إن في بنت بتقول لك هو جدع وشيك وابن ناس بس خاين وبتاع نسوان، أو تلاقي واحدة تقول لك هو يعني بيصلّي ومتديّن والكلام ده كلّه، بس وقت الخناقات بيمِد إيده عليَّ، أو تلاقي مثلًا واحد بيتكلّم ويقول لك إن هي حنيّنة جدًا وبتلبّي رغباتي و، بس برضه وقت الخلافات تعلّي صوتها وتشرشح لي وقدّام الناس وعادي. طيب خلّينا نقول إن في شوية سلوكيات كده وطباع لمّا بنشوفها في الشخص اللي قدّامنا خلاص بنقول تمام، ما بنكمّلش معاه. أي حاجة فيها علاقة بقى بالعنف، الإهانة، الأذى النفسي، الكلام ده كلّه بنحاول نتجنّبه تمامًا. إحنا لمّا بنتجوّز عشان نعلّي معدلات سعادتنا واستقرارنا أكتر. في التزام بس لازم يكون الاستقرار بتاعنا موجود، وما نكونش ما بنحترمش نفسنا في العلاقة، فلازم ده يكون موجود. وبلاش نبرر فكرة إن هو عمل كده عشان كذا. لو دي سلوكيات مستمرة عند الشخص اللي قدامنا فهو هيستبيح دي كل مرة. لو العنف عنده موجود هيعمل ده كذا مرة. لو هو عمل كذا مرة الإهانة النفسية أو الجسدية فدي مش أول مرة، فمعناه إن هو ده موجود معاه. تاني حاجة عندنا إحنا بالنسبة لنا، لو إحنا بنتقبل ده فإحنا معناها إن إحنا مش راسمين حدودنا، وإن إحنا مستبيحين الإهانة لنفسنا. فلازم قبل ما نخش علاقة نبقى عارفين حدودنا وقيمتنا قدّام نفسنا، وما نستبيحش إن أي حد يهيننا بأي شكل من الأشكال.